هل فعلا ما فيش ولا حديث بيشرح حركات الصلاة؟ شبهة يتداولها البعض للتشكيك في السنة النبوية. الرد عليها أبسط مما تتخيل. الصلاة مش مجرد كلام مكتوب في كتاب. الصلاة نقلت بالتواتر العملي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام 100,000 صحابي، وال100,000 صلوا أمام ملايين التابعين، وملايين التابعين صلوا أمام ملايين بنفس الحركات والنص والترتيب. الملايين طبقوها بنفس الشكل يوميا 5 مرات في اليوم لحد ما وصلت لعصرنا ده، ونقلوها الجيل بعد جيل من مكة لجميع البلدان بغير انقطاع ولا اختلاف في الأركان. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث وضح لنا ازاي نصلي وازاي تكون الصلاة بخشوع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث ده تعليم نبوي مباشر ودقيق لأركان الصلاة خطوة بخطوة حتى مرحلة الاطمئنان. اعمل شير للفيديو عشان توعي غيرك، وتابعني واكتب في التعليقات: أشهد أن السنة حق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.